اه يا معلم، لا فترة صعبة جدا جدا جدا. واحد مضغوط ومراجعات وثانوية والناس كلها متوترة، وانا عندي ضغط شغل كتير قوي قوي قوي. يلا ربنا يعديها على خير، وان شاء الله العيال تبقى تمام كده طب بص اقفل كده، هكلمك تاني. هكلمك تاني. مالك يا زيزو، في ايه؟ اصل انا زعلان عشان النهارده اخر حلقة ومش هشوفك تاني. طب يعني اللي انا شايفه هنا جديد دموع الفرحة ولا ايه؟ مش فاهم. لا انا فعلا زعلان عشان انا هنا اتبسطت ولعبت كتير واكلت اكتر. اه يا حبيبي عادي. وبعدين ما احنا هنيجي هنتقابل تاني في الاجازة، وهتيجي التيتا في الاجازة، وهنخرج وهننبسط وهنسافر وهنتفسح. انت محسسني ليه ان أنا هقطع علاقتي بيك؟ يعني انت هتاكلني وتسفرني وتلعبني؟ لا طبعا يا حبيبي. انا همسح رقمك واعمل لامك بلوك، مش هشوف خلقتك تاني. هو انا فاضيلك؟ انا عندي شغل ثانويه عامه قد كده. اهو شفت. اتكل على الله. اتكل على الله، ورينا عرض قفاك. اعرفكم بنفسي، انا اسمي مستر غنيم، مدرس ثانويه عامه. وخلي الواد زيزو ده هتعرفوه وهتبقوا صحاب، وجاي اعلمكم ان اي درس بتتعلموه في المدرسه هو علم ينتفع به في الحياه كلها، مش مجرد كلمتين هنكتبهم في ورقه الامتحان والسلام. وانا نويت عشان خاطركم وخاطر زيزو ان اثبت لكم ده بنفسي. بس يا ريت توعدوني ان انتوا تسمعوا الحلقه دي مرتين، وعلى ما تسمع اول مره خلي بابا او ماما يطبع لك الملف اللي موجود في الديسكريبشن او خانه الوصف. وزي الشاطر وانت بتسمعني لتاني مره وبتكتب ورايا الفراغات اللي موجوده بخط ايدك، هتلاقي نفسك حفظت وفهمت واتبسطت واتاكدت ان الدراسات الاجتماعيه ليها لازمه. تعيط المفروض تفرح، خلاص دي اخر حلقه وهتاخد اجازه طويله وبريك، وهي فرصه اتعافى منك. بس انا مش عايز بريك. حبيبي انا اللي عايز بريك، انا اللي محتاج ارتاح. المهم احنا هنتكلم النهارده عن مصر والمنظمات الاقليميه في قاره افريقيا، اللي هي منظمه الاتحاد الافريقي ومنظمه الكوميسا ومنظمه تضم دول الساحل والصحراء. ودول كلهم ليهم هدف واحد بس مهم، وهو التعاون بين الدول ونشر الامن والسلام وتحقيق التنميه. بس كل منظمه من دول لها اهداف خاصه بيها واعضاء ودول اعضاء غير المنظمات التانيه. طب ليه دايما مصر في المنظمات دي وشاغلين بالنا بيهم قوي مع انهم فقراء قوي وضايعين؟ يا حبيبي المسألة مش مسألة فلوس، ده غير إن مصر دولة قائدة يا زيزو، ومصر دايما مؤمنة بالتعاون الإفريقي وتعزيز العمل الجماعي عشان نحقق السلم والأمان والتنمية لكل الدول الإفريقية. اها. طب احنا ليه بندرس الحاجات دي طيب؟ عشان نعرف إيه المنظمات اللي في القارة بتاعتنا، ونعرف دور مصر الفعال في المنظمات دي إيه، عشان لما تكبر وتكبر في دماغك انك تشتغل سفير او وزير خارجيه تبقى عارف ايه اللي بيدور حواليك وهتدورها ازاي. واول منظمه هنتكلم فيها هي منظمه الاتحاد الافريقي، انشئت سنه 2002 ومقرها مدينه اديس ابابا عاصمه دوله اثيوبيا، وبتضم كل دول القاره الافريقيه. عاوزين ان هم يواجهوا كل التحديات السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه، وكمان يقللوا الصراعات ويعززوا التنميه بين الدول الافريقيه. ايوه يعني برضو بيعملوا ايه؟ بص الاهداف بصفه عامه اولها الدفاع عن سياده الدول الاعضاء وسلامه اراضيها واستقلالها، يعني استقلنا من الاستعمار ما يجيش الاستعمار ده تاني، ده اول هدف كده بسم الله الرحمن الرحيم. وتحقيق التكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين دول القاره. لا ومش كده وبس، ويبقى في بينا كمان تعاون دولي علشان نعزز الامن والسلام والاستقرار في القاره، ده غير زياده المشاركه الشعبيه وحمايه حقوق الانسان. وحاجه مهمه قوي بقى تنميه القاره في مجال العلم والتكنولوجيا. حاسس اللي هو كلام انشا، الكلام اللي هو ما بيتنفسش. معظم المنظمات كده في العالم يعني عامة، بس ما ينفعش نقول. بص هو كلام الإنشا ده بيبقى حقيقة بس طول ما الدول دي عندها قوة. الاتحاد الأفريقي ده بقى تابع ليه 4 هيئات، هيئات سياسية تتمثل في البرلمان الإفريقي والمجلس التنفيذي، وهيئات اقتصادية تتمثل في صندوق النقد الأفريقي والبنك المركزي الأفريقي، وهيئات قضائية متمثلة في محكمة العدل الإفريقية والمفوضية الإفريقية لحماية حقوق الإنسان والشعوب، وهيئات تانية زي مجلس السلام والأمن. ودول بقى كلهم ليهم لازمه؟ يا عم قول يا رب. انا ما شفتش لغايه دلوقتي دور للاتحاد الافريقي اكبر من دور الاتحاد الافريقي لكره القدم وتنظيم الماتشات والحكام اي كلام اللي بيعينوه. امال لو شفت بكاري جسامة هتقول ايه؟ هو مين ده؟ ده مؤسس اتحاد الحكام المرتشين في القارة.
مصر بقى يا زيزو كانت من اوائل الدول الموقعه على القانون التاسيسي للاتحاد الافريقي، وتم انتخابها بالاجماع انها تبقى رئيسه الاتحاد الافريقي سنه 2019. ده غير ان مصر لها انجازات كتير جدا سواء كانت عضو في الاتحاد او رئيسه ليه. زي ايه بقى الانجازات دي يا خالد؟ لو هنتكلم على المستوى الاقتصادي والتنموي مثلا، فمصر اطلقت اتفاقيه منطقه التجاره الحره الافريقيه، يعني نشيل الجمارك من على السلع اللي بنصدرها ونستوردها في افريقيا، واطلقت مبادرات على مستوى قاره افريقيا في مجال النقل، وانشات صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في قاره افريقيا، وده عشان نشجع المستثمرين الاجانب ان هم يجوا يستثمروا عندنا في افريقيا ويطمنوا مش هيبقى فيه مخاطر. ده غير تمثيل قاره افريقيا في المحافل الدوليه اللي هي المؤتمرات الدوليه الكبيره يعني. ولو هنتكلم على المستوى الامني، فمصر اطلقت مبادره اسقاط البنادق سنة 2020، ودي كان هدفها إنهاء النزاعات والحروب الأهلية، وعشان نشارك في بعثات حفظ السلام على مستوى القارة الإفريقية. وعلى المستوى الاجتماعي والثقافي، فمصر أرسلت بعض القوافل الطبية للدول الأفريقية علشان تكافح الأمراض والأوبئة المنتشرة فيها، وقدمت برامج تدريبية ومنح دراسية للطلبة الأفارقة. ده غير بقى إعداد فعاليات ثقافية زي فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي في أسوان، وده كان سنة 2019، ومهرجانات السينما الأفريقية زي مهرجان الأقصر، وفي مهرجانات زيه كتير. انا حاسس ان من غيرنا القاره دي بتتوه يا خالد. من غيرنا يضيعوا يا زيزو حرفيا. وبعدين ما ينفعش افريقيا من غيرنا اصلا، ده احنا قلب وروح افريقيا. تاني منظمه افريقيه معانا هي الكوميسا، ودي مجموعه اقتصاديه في افريقيا مقرها دوله زامبيا، ودي تعتبر تاني اكبر تكتل اقتصادي في افريقيا بعد تكتل دول الساحل والصحراء. والترتيب ده من حيث عدد الدول والمساحه، اللي هم 21 دوله وموجودين قدامك دلوقتي على الخريطه، اللي هم مصر والسودان وليبيا وتونس واريتريا وجيبوتي واثيوبيا والصومال وكينيا واوغندا ورواندا وبوروندي والكونغو الديمقراطيه وملاوي وزيمبابوي وايسواتيني ومدغشقر وجزر القمر وسيشيل وموريشيوس، وطبعا زامبيا اللي هي العاصمه. ما شاء الله يا خالد، حفظتهم كلهم. حفظت ايه يا زيزو؟ ما في ناس واقفه ورا الكاميرا هي بتملينا. اه صح، ما هو كمان بيملينا انا كمان. طب صحيح، ايه الاسم ده؟ كوميسا؟ يعني ايه ده؟ حمار وحشي؟ لا يا عسل، مش حمار وحشي، بس معظم الدول الأعضاء في منظمة الكوميسا يقعوا في شرق وجنوب أفريقيا. المنظمة دي اسمها بالإنجليزي Common Market of Eastern and Southern Africa، يعني السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا. لو خدت الحرف الأول من كل كلمة أنا قلتها تديك كلمة كوميسا. فهمت. كل ما تتزنق في اسم مؤسسة مش فاهمها، ابقى خد اسمها بالانجليزي وخد الحرف الاول وكون منه كلمة، غالبا هيطلع هو ده الاسم اللي هي مشهورة بيه. يبقى جرب كده. اهداف منظمة الكوميسا: تعزيز التجارة بين الدول الاعضاء والتكامل الاقتصادي، ان هم يعملوا سوق مشتركة، ما اسمها كومن ماركت، سوق مشتركة، وتشجيع الاستثمارات في الدول الاعضاء. طب مصر بقى بتعمل ايه في الكوميسا دي يا خالد؟ مصر يا زيزو انضمت للكوميسا سنة 1998 وبقت رئيستها مرتين، مرة سنة 2001 ومرة تانية بعدها ب20 سنة 2021. مصر يا زيزو بتحط خطط تنموية لدول التكتل الاقتصادي عشان تحقق أهداف أجندة أفريقيا 2063، عارفها طبعا. طبعا. وكمان مصر أطلقت مبادرة لتعزيز التعاون الإقليمي تحت شعار صنع في الكوميسا، وكمان أنشأت مشروعات بنية تحتية مشتركة زي مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان. وآخر حاجة أطلقت مصر أكاديمية الكوميسا للأعمال الإلكترونية لدعم التحول الرقمي للدول الأعضاء. طب صحيح، هو ايه التحول الرقمي ده؟ بص يا زيزو، يعني كل حاجة تبقى إلكتروني وبالرقم زي عداد الكهرباء كده، وتدفع الفواتير بفوري وبإنستا باي بالتليفون، ما تحتاجش ورق ولا تروح مصلحة حكومية، كل حاجة بالنت ومن على التليفون، ولا ختم ضايع ولا سيستم واقع ولا فوت علينا بكرة، ولا حتى تطلع لمدام عفاف في الدور الرابع. هو ده بقى التحول الرقمي. آخر منظمة معانا هي منظمة تجمع دول الساحل والصحراء، ودي أنشئت سنة 1998 ومقرها مدينة طرابلس في ليبيا، ويعتبر التجمع ده من أكبر التجمعات الاقتصادية في أفريقيا، ويضم 29 دولة زي ما أنت شايف في الخريطة كده. بس الاسم ده كرييتيف قوي يا خالد، منظمة دول الساحل والصحراء، يعني هي افريقيا فيها ايه غير ساحل وصحراء اصلا؟ بصراحة يا زيزو بقى عندك حق، بس بما ان المقر في ليبيا فممكن يكون عمك معمر القذافي هو اللي مسميها كده. مين معمر القذافي ده؟ ياه، لا ده هنبقى نحكي عنه وعن عمايله بعدين. المهم ان من اهداف المنظمه دي برضو تحقيق التكامل الاقتصادي الشامل بين الدول، وكمان مواجهه التحديات المشتركه بين الدول الاعضاء زي التغير المناخي والفقر والبطاله، وكمان تطوير التعليم والبحث العلمي من خلال تبادل المعرفه والخبرات بين الدول الاعضاء. يخرب بيت التعاون. يا ترى اوروبا والدول المتخلفه عندهم تعاون واقتصاد زي اقتصادنا بكميه المنظمات بتاعتنا دي؟ انا مش هتكلم، هي فاضل لنا كلمتين ومش هشوفك تاني على الاقل 3 شهور. ما تفكرنيش. طب مصر
اتضمت للمنظمة دي؟ مصر انضمت لمنظمة دول الساحل والصحراء سنة 2001، ومن ساعة ما مصر انضمت وهي ليها دور بارز في تفعيل دور مصر جوه المنظمة، خصوصا في المجالات الأمنية والسياسية والعمل على مواجهة ظاهرة الإرهاب، وعملوا مقر لمكافحة الإرهاب تابع لمنظمة الساحل والصحراء موجود عندنا هنا في القاهرة. وعايزك تركز قوي إن منظمة الساحل والصحراء دي كانت بتحارب الإرهاب، لأن دي أكتر حاجة بتميزها عن كل المنظمات اللي فاتت. تمام فهمت. فهمت بجد؟ والله فهمت. طب يلا قوم من هنا بقى، خد كتبك وشنطتك ونضارتك وخد البطه دي كمان، وما اشوفكش الا السنه الجايه. يا خالو ما تصبر، مش هنراجع؟ لا خلي امك تراجع لك، انا تمام قوي كده، كفايه قوي اللي حصل لي طول السنه. وانتوا انا عملت اللي عليا معاكم وشرحت لكم زي ما شرحت لزيزو ابن اختي بالظبط. عايزكم تركزوا كويس في الامتحانات وربنا يوفقكم، ولما تنجحوا تكتبوا لي في الكومنتات وتقولوا لي عملتوا ايه. اشوفكم على خير السنه الجايه، سلام. خالو انا بعرف افهم الدراسات بس مش بعرف احل عليها. خلي مامتك تسجل لك على منصه ابواب، هتلاقي عليها مشرفين ومدرسين مساعدين وشروحات وفيديوهات وحاجات زي اللي بعملها لطلاب ثانويه عامه بالظبط، هتخليك قد اي امتحان. هو اشمعنى يعني هي ماما اللي تسجل لي انا؟ يعني انا صغير عشان ما اعرفش اسجل لنفسي؟ زيزو، مش لما تبقى تعملي سبسكرايب الاول على قناه اليوتيوب تبقى تسجل لنفسك على المنصه؟ هو انت قلت البرنامج اسمه ايه؟ ابواب. اي بي مش ايه واحده. ابواب ولا شبابيك؟ هاي. لا دي لذاذه. لا لذاذه، ما تسجلش ومش هكمل معاك دراسات. امشي.